صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا مريم. النهارده بقى الفيديو هيكون مختلف شويه عن الفيديوهات التانية عشان هنتكلم فيه بمنتهى البساطه عن كليه الهندسه. هجاوب فيه على كل الاسئله اللي في دماغكم واللي هي كانت في دماغي وقتها السنه اللي فاتت عن كليه الهندسه وكده. اكيد اللي بيدور على فيديو زي ده لسه رايح الكليه، فيا مرحب بيكم في مجتمع المهندسين. طبعا زي ما انتم عارفين الدنيا متقسمه لمهندسين وشويه ناس عاديين. تفهموا ليه لما تخش الكليه انا بقول كده الدنيا متقسمه لمهندسين وشويه ناس عاديين؟ مش غرور والله خالص، ولكن انتوا هتشوفوا الدنيا بمنظور تاني خالص. مستحيل هتشوف الدنيا بالنظره اللي انت شايفها دلوقتي وانت لسه ما دخلتش الكليه او اتعاملت مع مهندسين. هتشوف كل حاجه بنفسك. انا مش جايه اخضكم او اقول لكم ان الكليه صعبه او مستحيله، بالعكس خالص. ان شاء الله تسمعوا مني كلام كويس قوي طول الفيديو. فلو انت اول مره تشوفني انزل اشترك في القناه دلوقتي واعمل لك كوبايه قهوه او حاجه عشان تبقى القعده لذيذه كده ونبتدي نبلع الكلام سوا. انا نفسي عملت كوبايه قهوه فرنساوي ويلا نبدا الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه هنتكلم عنها نظام الكليه. مبدئيا كده عايزه اعرفكم ان انا هتكلم عن كليتي انا حلوان المطريه. هكلمكم عن نظامها، ده سنوات الدراسه والنجاح والسقوط فيها قد من كام يعني وكده، ولكن انا ما اعرفش اي معلومات عن باقي الكليات لان احنا في كليتنا نظام قديم شويه. في كليات ثانيه نظام الساعات المعتمده، فهم نظام واحنا نظام تاني. فانا هتكلم عن كليتي. مبدئيا كده نظام الكليه عندي 5 سنين. اول سنه بتبقى اسمها اعدادي هندسه وبعد كده 4 سنين تخصص. السنه الاولى اللي هي اعدادي دي بندرس فيها تعتبر مواد ثانويه عامه، ولكن في شويه حاجات مختلفه، حاجات بسيطه يعني مش حاجات جامده. نظام الكليه عندي كان زي ما انا قلت لكم نظام قديم. لو لا قدر الله شلت اكتر من مادتين بيتعاد السنه كلها. طبعا ده غير نظام كريدت عندنا وغير نظام الساعات المعتمده اللي في معظم الكليات دلوقتي عباره عن ساعات معتمده، ولو شلت لا قدر الله اكتر من مادتين عادي ما بتعيدش السنه. انت بتاخد فيهم سمر وبتدفع يعني ليهم وبتخش فيهم سمر يعني ده. واتمنى ان الكليه تتطور شويه في الحوار ده عندنا وتخش في نظام كريدت اور ان شاء الله يعني. اتمنى نظام 40% من ورقه الفاينل يعني اكون نجحت، بس لازم اكون معديه في اعمال السنه. انا لو مش معديه اعمال السنه لازم اكمل لحد يعني احسبها الاول، احسبها كده كتوتال انا جايبه كام عشان احل قد ايه في الامتحان. فاهمين؟ دي الطريقه اللي احنا كنا بنحسبها بيها. يعني زي مثلا انا ما كنتش جايبه مثلا اعمال سنه كويسه في الفيزياء، فمضطره احل اكتر من 40% من الورقه عشان خاطر اعدي في الماده. لو عديت فيها تحريري ومش معديه فيها اعمال سنه بيبقى كده حاجه اسمها ضعيف دي يعني انا شايله اعمال سنه. انما لو راسب تحريري يبقى انا شلتها ورقه. في الحالتين انت كده شلت الماده اصلا، يعني سواء شلتها اعمال سنه او راسب تحريري انت كده شلت الماده. يعني لو انت ليك سمر كورس فانت بتاخدها اصلا كده، ولو انت مثلا هتعيدها السنه الجايه فانت بتعيدها برضو. فاهمني؟ ده كده تقريبا كل حاجه. هندخل دلوقتي في مواد الترمين. طبعا انا عايزاكم تنسوا خالص كده، طبعا عايزاكم تنسوا خالص موضوع الثانويه العامه اللي هو كان ترم مره واحده كده او سنه كامله. لا احنا دلوقتي بقينا خلاص ترمين. افتكروا ان في ترمين كده، اعملوا ريفريش للذاكره. زي ما قلت لكم في ترمين، ترم اول وترم تاني. الترم الاول كان عندنا 7 مواد والترم الثاني غالبا كان 6 مواد. الترم الاول زي ما قلت لكم كان 7 مواد. في مواد مشتركه ما بين الكليه بتاعتي وباقي الكليات، وفي مواد ثانيه مش مشتركه. هشرح لكم في السريع كده ليه ممكن يبقى في مواد مختلفه عن كليه وكليه. ببساطه لان في كليات فيها اقسام وفي كليات ثانيه فيها اقسام ثانيه. زي مثلا انا في هندسه المطريه كان عندي مدني وعماره وميكانيكا وسيارات، اسمه تصميم ميكانيكي. بناخد على حسب الاقسام بتاعه الكليه ماده في اعدادي. هو ده كل النظام. في مثلا في حلوان هم بياخدوا ماده ليها علاقه بالبرمجه وانجليزي، احنا ما خدناش المادتين دول. فكل كليه وليها مواد غير الثانيه، ولكن كل الكليات مشتركه في المواد دي. عندكم رياضه 1، فيزياء 1، استاتيكا وانتاج ورسم هندسي. الرسم الهندسي طبعا دي ماده جديده عليكم تماما. والله ماده لذيذه مش صعبه، ولكن هي محتاجه ممارسه. يعني انت اول ما تاخد السكشن وكده روح على طول يعني ارسم الهوم ورك بتاعك عشان خاطر الماده ما تقعش منك، لان هي في اخر السنه طبعا الماده دي مستحيل تتلم. لازم تكون انت متمرس عليها لان الامتحان بيبقى في الاخر 3 ساعات. فال3 ساعات دول انتوا مستحيل تلحقوا تخلصوا الا لو انت متدرب كويس طول السنه. فاهمني؟ فلازم طول السنه ما تركنش الماده دي او تستهون بيها وتقول ان هي سهله. بالعكس انا شايفاها ماده تجمع فيها درجات. يعني الحمد لله انا جايبه فيها امتياز. ان شاء الله كلكم يعني لو مشيتوا باللي انا قلت لكم عليه ده ان شاء الله هتجيبوا فيها امتياز ويجمعوا درجات. زي ما قلت لكم مواد 5 مواد في مشتركين في الترم الاول ما بين الكليات كلها. رياضه 1 وفيزياء 1 واستاتيكا وانتاج ورسم هندسي.
مادتين بقى اللي كانوا مختلفين، عندي ماده كانت اسمها قضايا او حقوق انسان، والماده الثانيه تاريخ هندسي. دول طبعا كانوا في الكليه عندي ولكن مش في حلوان ومش معظم الكليات، لان برضك اخويا كان في الكليه معايا بس ما بياخدش المواد دي صراحه. الترم الثاني بقى نخش في السريع على الترم الثاني. بناخد فيه رياضه 2، فيزياء 2، ديناميكا، وماده برضك دي كانت عندنا احنا في الكليه اسمها طاقه وميه، واوتوكاد برضك دي كانت عندها في الكليه. والاوتوكاد ده في السريع كده هشرحه لكم، عباره عن رسم هندسي بس مش بالمسطره، ده على الكمبيوتر. وكيمياء، الكيمياء برضو كانت في كل الكليات. يبقى اذا كده عندنا 4 مواد كده في الترم الثاني مشتركه ما بين كل الكليات، ولكن مادتين ممكن يكونوا عندكم وممكن ما يكونوش عندكم. كده احنا خلصنا مواد الترم الثاني في السريع، اتمنى يعني ما اكونش نسيت منهم حاجه. ندخل دلوقتي على اقسام كليه الهندسه. اقسام كليه الهندسه عندنا طبعا الاقسام اللي هي منتشره، مدني وعماره وميكانيكا وكهرباء. دول كده الاقسام تقريبا ممكن كلكم تكونوا عارفين ان هم في هندسه. عندكم قسم تاني اسمه طيران، حاسبات، اتصالات، طبيه. طيران طبعا نادرا ما بتلاقيه لانه غالبا مش موجود الا في جامعه القاهره. كده احنا خلصنا اقسام الكليه، كل حاجه انا بحاول الخصها لكم في السريع عشان الفيديو ان شاء الله ما يكونش طويل قوي واكون لميت لكم فيه كل حاجه. تعالوا بقى دلوقتي ندردش كده شويه مع بعض واحكي لكم عن الكليه شويه كده في السريع. عايزاكم تعملوه في الكليه عشان ان شاء الله تطلعوا بنتيجه عاليه وما تتجنبوا اللي انا عملتوه. يعني انا حرفيا ضيعت مني وقت كتير قوي على بصراحه ما فهمت الكليه، وضيعت وقت كنت يعني اصلا الكليه مش زي ثانويه عامه اطلاقا ولا زي النظام اللي احنا عدينا بيه في حياتنا. احنا بنخش الكليه بنبتدي ناخد محاضرات وبناخد سكاشن، وبعد كده فجاه بتلاقي نفسك في الميد ترم. الميد ترم ده تقريبا يعني عليه كل الميد ترم ده درجات اعمال السنه بتاعتك كلها. كنت حرفيا تايهه وقتها، ولكن الحمد لله قدرت الم الدنيا. يمكن ده اللي ضيع مني الدنيا في الاول وخلاني متشائمه من الكليه شويه، لان انا ما كنتش فاهمه النظام او اتصدمت كده على طول. فانا عشان كده جايه بقول لكم لا، حاولوا تذاكروا اول باول وتلموا دنيتكم اول باول، لانه في الثانيه هتلاقوا الميد ترم في ثانيه حرفيا. انتوا هتغمضوا عينكم وتفتحوه هتلاقوا الميد ترم غالبا بيبقى بعد 8 اسابيع من الدراسه. وما تقولوش 8 اسابيع كتير، لان حرفيا 8 اسابيع مش كتير خالص، مش فاكره 8 او 6 اسابيع من الدراسه. فانتوا هتفاجئوا حرفيا، هتفاجئوا من حوار الميد ترم ان هو بالسرعه دي. طب انا ما لحقتش، طب انا ما عملتش. في ناس الحمد لله كانوا بصراحه ما شاء الله عليهم فاهمين الدنيا او واعيين للدنيا. كان ضايع مني شويه مواد، ولكن هقول لكم في السريع لو مثلا ماده ضايعه منكم تعملوا ايه. لو سي مثلا انا كانت الرياضه ضايعه مني تماما، فرحت عملت ايه؟ ذاكرتها الاول، حسيت ان انا لا، فتحت يوتيوب برضك حسيت ان انا لا. في حاجه بقى اسمها كورسات زي دروس الثانويه العامه وكده. الكورس ده باخد مثلا في الماده اللي انا واقعه فيها، بيبقى مع معيد من الكليه. فانا خدت مثلا مع المعيد اللي هو قالوا لي كويس قوي، رحت حضرت له الاول في سيكشن ولقيته فعلا كويس، فرحت توكلت على الله وحضرت له في الكورس. حرفيا الماده كانت الطف بكتير، الحمد لله ما عقدتش نفسي منها، او الحمد لله ما شلتهاش لان كنت شايله همها قوي. نفس الكلام مثلا لو انت مثلا ضعيف في الميكانيكا، ما تعقدهاش على نفسك او مثلا تفضل خايف منها وكده، لا، شوف لك كورس، شوف لك حاجه تاخدها، لان فعلا الوقت بيضيع. يعني ابدا من البدايه كده، انت امسك موادك وشوف اللي انت قادر تمشي فيه، اللي انت مش قادر تمشي فيه. ولو لا قدر الله في ماده انت مش قادر تمشي فيها، خد كورس فيها، مش عيب ولا حرام. نصايح بقى اللي انا عايزه اقولها لكم، تقدروا احضروا المحاضرات السكاشن، ما تفوتوش اي محاضره او سيكشن، لان انا برضو ضيعت مني وقت بسبب الدلع الزياده اللي انا كنت بعمله. لان في ناس كتيره كانت بتقول لك اتعب في الثانويه ترتاح في الكليه. المثل ده مش عارفه مين اللي طلعه، تقريبا كان حد قاعد فاضي كده وقال يقلش قلشه والناس صدقتها. مفيش حاجه اسمها ترتاح في الكليه. هترتاح بس مش الراحه اللي هي النوم. الضغط اقل بكتير، الدنيا اقل بكتير من انت كنت فيها، فهتحس والله ان الدنيا لا مش معقده زي ما انت كنت في ثانوي، او شادد اعصابك او خالص والله بجد. زي ما قلت لكم احضروا السكاشن واحضروا المحاضرات كلها، ما تفوتوش ولا سكشن ولا محاضره، بالذات السكاشن لان عليها درجات اعمال سنه جامده. حاولوا على قد تقدروا تحضروا، ما تفوتوش اي حاجه منها. الاخطاء بقى اللي انا عملتها ان انا ما كنتش بصراحه بحضر محاضرات او سكاشن كتير. السكاشن ما كنتش بفوت منها سكاشن، ولكن المحاضرات كنتش بحضرها خالص، لان كنت بحسها ان هي زحمه وبصحى بدري ومش عارفه ايه وكده. لا بجد، لا 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 لا، لازم تحضر كل حاجه، لازم ما تفوتش اي حاجه بجد. ما تقعش في الغلطه اللي انا عملتها دي خالص. ارجوكوا ارجع لكم المستقبل واقول لكم احضروا كل حاجه، وانا هبقى
بني ادم جديد السنه دي، هحضر كل حاجه مش هفوت حاجه عارفه. بس والله ده كان كل حاجه عايزه اقولها لكم في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى اكون قدرت اجاوب لكم على كل اسئلتكم، اتمنى اكون فهمتكم كل حاجه، واتمنى يكون الفيديو ده اللي انتوا كنتوا عايزينه، وان شاء الله ما اكونش نسيت اي حاجه منهم. يا رب يا رب ما كنتش ضيعت لكم وقتكم على الفاضي، ويكون ده الفيديو اللي انتوا كنتوا عايزينه. وبس كده، ده كان كل حاجه زي ما قلت لكم عايزه اقولها، والسلام عليكم، باي.